مرحبا بكم البنات في قناتي لمسة إيمي. اليوم جبت لكم كوكيز أقل ما نقدر نقول عليها إنها روعة، مقرمشة من الخارج وطرية ومعلكة من الداخل. روعة البنات، تتخدم في وقفة، مكوناتها متواجدة في كل بيت. إن شاء الله تخدموها وتنجحوا في تطبيقها. وشوفوا هذه الصور كيف ما جات روعة. سهلة البنات، يعني مش راح تعجزوا عليها أبدا. فقط اتبعوا معي النصائح والطريقة في تطبيقها وإن شاء الله راح تنجحوا فيها. بلا ما نطول عليكم نبداو في المقادير وطريقة التحضير. نحتاج إلى 125 جرام مارغرين طرية يعني بدرجة حرارة المطبخ، 2 بيض أيضا بدرجة حرارة المطبخ متستخدموهمش باردين، 4 ملاعق كبار زيت، 2 ملاعق كبار كاكاو بني، نصف كيس خميرة كيميائية، فاني مغرفة صغيرة فاني، قرصة ملح، حبيبات الشوكولا. لهنا حبيبات الشوكولا على حسب الرغبة، إذا حبيتوها كمية كبيرة أو كمية صغيرة. كاس سكر ناعم ناقص شوية، إذا حبيتوها حلوة تقدروا تزيدوا. لهنا حطيت المارغرين الطرية وزدت عليها الزيت، نزيد نضيفو الفاني، قرصة الملح، الكاكاو يعني 2 ملاعق كبار كاكاو، نزيدو السكر الناعم. هنا الكاكاو والفاني والسكر الناعم الأحسن إنكم تخربلوهم حتى تتخلصوا من كامل الحبيبات وتخرج لكم يعني العجينة فيما بعد كي تخدموها ما تعذبكمش، يعني تجيكم سهلة في الخدمة. ونزيدو ايضا حبيبات الشوكولا، كما قلت لكم حبيبات الشوكولا تضيفوا على حسب الرغبة، اذا حبيتوا نص كاس او حتى كاس كامل على حسب الرغبة. والآن نبدأ نخلط في هذه المكونات جيدا، يعني نخلطها حتى تندمج كامل المكونات مع بعض. في هذه المرحلة يعني لما تندمج كامل المكونات مع بعض نضيفوا البيض ونزيدوا نخلطوا مرة أخرى حتى ينسجم البيض مع المكونات اللي خلطناها سابقا. فيما بعد نبدأ بإضافة الفرينة والخميرة. لهنا فقط الفرينة، ما تضيفوش كمية كبيرة مرة واحدة، أبقوا في كل مرة ضيفوا كمية وخلطوا فقط بالملعقة. أنا أولا خلطت بالملعقة، ولما يعني تبدأ العجينة تتقل والملعقة ما تقدرش تخلطها راح نستخدم يدي. تبقوا تخلطوا يعني تلموا فقط العجينة وتضيفوا في الفرينة وتلموا بدون عجن حتى تتحصلوا على عجينة طرية لا تلتصق باليد. ونبقى دائما البنات نقول لكم بدون عجن، لأنكم إذا عجنتوها راح تخسر لكم الوصفة. فيما بعد نقوم بتشكيل كريات، كل كرية حوالي 30 جرام. 30 جرام راح يجي وزنها جيد وممتاز جدا. كل كرية 30 جرام. تبسطوها مثل ما قاعدة نعمل لكم الآن، تبسطوها ومن بعد تزينوها بحبات الشوكولا. تكملوا كامل الكمية اللي عندكم وتحطوها في السنيوة وتحطوها تطيب على درجة حرارة 150 درجة مئوية. ولهنا لازم تنتبهوا لأنه الكاكاو مش بسهولة تفهموا إذا كانت يعني طيبة أو لا، لذلك أنتم انتبهوا حتى ما تتحرق لكمش في الفور. وبهذا تكونوا تحصلتوا على كوكيز رائعة مذاقها مقرمشة من الخارج وتكون طرية من الداخل، يعني في وقفة تقدروا تخدموها البنات بدون أي عجز. اتبعوا فقط النصائح اللي قدمتها لكم، إن شاء الله راح تنجحوا في تطبيقها. وشوفوا البنات هذه الصور روعة هذه الكوكيز، إن شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها وتقولوا لي إنكم نجحتوا. والآن ما بقى لي غير نقول لكم بالسلامة.